السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا المفروض كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم ان الفيديو دون كان المفروض طبعا ينزل اول يوم العيد، لكن حصل ظروف صراحه ربنا ما قدرش ان انا انزله. شايفين البيتي فور؟ بيتي فور فعلا يتقال عليه بيتي فور ملكي. وعايزه اقول لكم ما شاء الله، شايفين الكحك دايب جدا جدا، فقش كده ما شاء الله. والغريبه دايبه، والبسكوت ما شاء الله ما شاء الله تحفه جدا. والقرص اللي عملناها مع بعض، القرص المبسوطه دي كانت طعمها اللهم بارك دايبه وهايشه كده وجميله. وده طبعا البلح بتاعنا بتاع العلب اللي احنا طبعا بنفطر فيه او بنكسر عليه صيامنا في رمضان. طبعا لقيته هيقعد معانا كده، وخفت صراحه ربنا لاحسن يخسر مننا ولا حاجه. فكان عندي مكسرات فاضله من رمضان. كان عندي بندق ولوز وعين جمل وسوداني. حشيته كده زي ما انتم شايفين، شلت مكانه النوايا وحشيته، وكل واحد بقى ونصيبه بقى اللي تيجي في ايده، بقى سوداني مكسرات زي ما تيجي. دي الفطره بتاعتنا بتاعت العيد، لب وسوداني والشوكولاته والحلبه بتاعتنا. الحلبة المنبتة دي عايزة اقول لكم دي العشق بالنسبة لي، بحبها جدا. والترمس والحمص ما شاء الله يعني. طبعا اكيد كلنا، طبعا كلنا اول يوم العيد عندنا نفس الحاجات اللي عندي دي. طبعا ده اساسي يعني. زي ما انتم شايفين كده، انا حبيت بس استعرض معاكم الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض كده، واوريكم البيتي فور اللي انا عملته معاكم في العيد كده. ده اللي انا يعني ما نزلش قبل رمضان، لان عملته فعلا يوم العيد كنت تعبانه جدا جدا. ما قدرتش ان انا انزله. كمان لما نزلت، لما خلصت يوم العيد كان عندي ظروف، ما قدرتش استحاله ان انا انزله طبعا. بس هنزله معاكم دلوقتي، وهعمل معاكم البيتفور دلوقتي. هو البيتفور على العموم يعني مش بس بنعمله في العيد، احنا في اي وقت كده بيهف علينا الشغلين وبنعمله على طول. زي ما انتم شايفين شكله تحفه جدا جدا يا جماعه. شايفين تحفه ودايب جدا اللهم بارك. تحفه بجد بجد. جربوا. عايزه اقول لكم بقى عاملاه بالسمنه مش بالزبده. وعايزه اقول لكم اللي يعمل بيتي فور وعايز يطلع منه، يعني يطلع من تحت ايدي كده بيتي فور دايب وزي ما قال الكتاب، يعملوا بسمنه مش بزبده. والله يا جماعه بالسمنه احسن 100 مره واطعم 100 مره من الزبده. عايزه اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله يعني. ريحته وطعمه تحفه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان اكبر المحلات مش بيعملوه بالزبده، بيعملوه بالسمنه. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس نخش على الوصف، نخش اللايك والشير، وتعالوا نسمي بسم الله. انا كان معايا 315 جرام من الدقيق. كان معايا 100 جرام من السكر. كان معايا 250 جرام من السمنه، سمنه من العلب نباتي عادي. كان معايا بيضايه كامله، وصفار بيضه، فانيليا طبعا، رشه ملح. تمام. البيتي الوحيد اللي انا بعمله بالجرام، لان هو فعلا الوحيد اللي الواحد ما يعرفش يجازف كده ويعمله بالكوبايات. طبعا ممكن ما ينجحش معاك خالص. فانا الوحيد اللي بحب صراحه اعمله كده. اللهم صل على النبي بالجرام. انا عايزه اقول لكم ان انا في رمضان عملت كيلو بيتي فور. والله العظيم عملت كيلو بيتي فور، عايزه اقول لكم بس لكن ما عجبنيش ابدا ابدا، مع انه دايب جدا وطعمه تحفه جدا. مش هقول لكم والله، مش هقول لكم لا طبعا، لكن بصراحه للامانه كنت عاملاه القمع. يعني مش عارفه الكيس الحلواني بتاعي كان فين اصلا. قلبت عليه الدنيا سبحان الله ما لقيتهوش. عملته بالمكنه، وانا ابدا ابدا ما بيعجبنيش بتفور المكنه اصلا. انا طول عمري احب اعمله بالكيس الحلواني كده والتيب كده، اللي هو بتاع البيتيفور او التيب بتاع الورده. لكن ان انا اعمله بالمكنه لا، ما بيعجبنيش ابدا. انا عندي المكنه دي من سنين، انا متجوزه بالمكنه دي، لكن ما بحبش اعمله بيها ابدا. ولما لقيت خفت لحسن الوقت يروح علينا، عملته ما عجبنيش. هنا زي ما انتوا شفتوا كده، انا ضربت السمنه الاول. بعد ما ضربت السمنه نزلت كده ضربت، بعد كده نزلت بالسكر البودره. ضربتهم لحد ما اتاكدت ان السكر بتاعنا داب جدا جدا. يعني بمعنى انك تمسكي كده حته سمنه بين صوابعك كده، ويعني وتدعكيها كده صوابعك، ما تلاقيش اي يعني خشنه كده للسكر. بعد كده زي ما انتم شفتوا نزلت بالدقيق. واوعوا يا جماعه تنزلوا بالدقيق مره واحده. هو ما شاء الله ما شاء الله اخد الكميه الدقيق اللي انا كنت قايلها لكم في المقدار، اللي هو 315. لكن انتوا برضو ما تنزلوش، لان الدقيق بيختلف من نوع لتاني. تمام. زي ما انتم شايفين انا كنت بوريكم كده الاقماع اللي عندي بتاعت البيتفور، ده القمع الورده والقمع بتاع البيتفور. انا هعمل الصينيه دي بالقمع زي ما انتم شايفين كده بكيس الحلواني. لكن اللي ما كانتش بتعجبني كنت بشيلها زي ما انتم شايفين كده واعمل غيرها. لكن انا في ناس بيقولوا لي يعني احنا ما بنعرفش نتعامل بكيس الحلواني. فانا هعمل صينيه واحده بكيس الحلواني وهلغيه خالص. وهعمل لكم بقيتها يعني بالتيب العادي كده. هنا زي ما انتم شايفين اخدت نص الكميه، ونزلت عليها بمعلقه صغيره من السمنه، ومعلقتين من الكاكاو الخام الاسباني كده.
وعجنتهم مع بعض او دعكتهم مع بعض، يعني زي ما انتم شايفين كده. ده بالقمع، القمع العادي. وعايزه اقول لكم كمان مش بالتيب اللي هو بتاع الكريمه او بتاع البيتي فور، والله ابدا. ده تيب كان عندي بلاستيك كده من اللي هم بتوع زمان دول، سبحان الله يعني لقيته مركون عندي وقلت اعمل بيه الاشكال دي. والله سهله جدا جدا جدا. هوريكم دلوقتي اعمله ازاي. بصوا الصواني ما شاء الله، انا عايزه اقول لكم بصي اخدوا معانا الكميه بسيطه، اي نعم لك اللهم بارك. عملوا معانا كميه محترمه جدا، عملوا معايا طبق كبير كده ما شاء الله. شايفين؟ بصوا شايفين الرسمه بتاعته ماسكه نفسها ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. وعايزه اقول لكم والله يا جماعه طعمه تحفه. عايزه اقول لكم كل داقه اتجنن على طعمه. محدش مصدق ان ده معمول بالسمنه مش بالزبده. يعني والله جربوه كده، جربوا انكم تعملوا بيتي فور بالسمنه، فعلا فعلا هتندموا ان انتوا كنتوا بتعملوه اصلا بالزبده. شايفين بقى؟ دي بقى العجينه، شايفين التيب بلاستيك زي ما بقول لكم اهو والله. شايفين؟ اعملوا بقى الاشكال اللي انتوا عايزينها. انا يعني عجنت، خلصت العجينه حطها في التلاجة مسكت نفسها شويه، وبعد كده اشتغلت بيها زي ما انتوا شايفين كده. طلعي بقى اي شكل انت عايزاه اعمليه ما شاء الله. خلصت الكميه كلها وادخلها الفرن، رف اوسط، الرف الوسطاني، على درجه حراره من 170 ل 200، 12 دقيقه بالدقيقه، وتشيليهم من الفرن. البيتيفور مش بياخد لون اللي بالكم فيه، يعني عشان ما تسيبهوش ياخد لون اكتر من الطبيعي هينشف معاكم. 12 دقيقه تعدوا كده بالظبط كده وتشيلوه. شايفين ما شاء الله كميه البيتيفور قد ايه؟ من 300 جرام عملوا كميه قد ايه اللهم بارك يعني. انا بمسك كده البيتيفور بقلبه كله كده على ظهره كده، علشان عندي هنا صوص شوكولاته، سيحتها على بخار ميه. وطبعا انا ما كانش عندي مربى، انا كنت عايزه اعمله بحليب بصوص توفي، لكن صراحه ربنا يعني انا استسهلت الدنيا. خلاص سيحت الشوكولاته، قلت هلزق بالشوكولاته. انا ما بحبش الزقه بالشوكولاته برضو عشان ما يبقاش تقيل قوي، لكن صراحه ربنا استسهلت الدنيا بقى. زي ما انتم شايفين كده، دي اسهل طريقه ان انت تخلصي بيها بسرعه، سريع سريع كده. يعني بتقلبيهم كلهم كده وتحطي نقط شوكولاته وتقفلي عليهم على طول. اي شكل انت عايزاه، اي تزيين انت عاملاه هيطلع من ايدك زي الفل ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم ان يعني احنا جبناه، او كان جاي لي هديه من يعني جاهز. والله العظيم انا ما عجبني البيتيفور الجاهز. مش حكايه ان انا بشكر في حاجتي، والله لا. بس فعلا فعلا حاجه البيت احسن وانضف كتير جدا جدا من بره. هنا كان عندي مكسرات، كان عندي سوداني، كان عندي بندق، كان عندي لوز، كان عندي عين جمل. فرمتهم مع بعض كده في قلب في قلب الخلاط. وزي ما انتم شايفين كده انا في الشوكولاته وبنزل بيها في المكسرات بتاعتي. انا ما بحبش الفرماسيه، ما بحبوش ابدا ابدا ابدا، ما فيش حد عندنا بيحبه خالص. عشان كده انا ما رضيتش اعمل بالفرماسيه ده ابدا. اعمله باي حاجه الا الفرماسيه، ما بحبوش خالص. يعني المكسرات، جوز الهند، شوكولاته كده ساده، ما فيش اي مشكله. المهم اعملوا الشكل اللي يعجبكم او زي انتم ما بتحبوا، بالطريقه اللي انتم بتحبوها، او اي نوع انتم بتحبوا تاكلوه. شوكولاته بيضه، شوكولاته غامقه، فرماسيه، الجوز، اي حاجه اي حاجه طالما انتم بتحبوها اعملوها. شايفين التزيين ده حاجه ترجع لكم، حاجه بتر براحتكم انتوا بقى. بصوا بقى، كان عندي ضغط الذهبي ده اللي بشتغل بيه الترط، اديته شكل جمالي كده البيتيفور بتاعنا. شايفين شكله ما شاء الله؟ يتقال عليه بيتيفور ملوكي فعلا. فعلا فعلا تحفه جدا. انا عايزه اقول لكم والله والله التصوير ظلمه جدا جدا. يعني الحمد لله انا كويس ان انا بحمد ربنا قدرت اعمل بيتيفور، انا كنت خلصانه. فالحمد لله جدا جدا. يعني شايفين ما شاء الله شكله تحفه تحفه تحفه. جربوه بقى بطريقتي كده، هيعجبكم جدا جدا، وهتبطلوا تعملوه بالزبده، ومش هتجيبوا تعملوه بالزبده تانية ابدا ابدا. شايفين ما شاء الله التحفه؟ شايفين الشكل تحفه. انا ما رضيتش هنا ازينه كله لان في عندنا يعني مش كلنا بنحب بالشوكولاته. انا عن نفسي صراحه ربنا بحب اكله ساده كده من غير شوكولاته، لكن انا عملته بس كده، بس بوريكم ان هو ناعم ازاي ما شاء الله. ماسك نفسه جدا. لو عايزينه يعني خشن شويه عن كده ضيفوا البيضتين، بلاش بيضه وصفار بيضه، ضيفوا البيضتين كاملين. لكن هو كده ناعم وحلو جدا جدا، بيدوب كده ببقك ما شاء الله. شايفين بقى؟ والفطره بتاعتنا، وده الكحك بتاعنا، والسوداني والشوكولاته والبسكوت والترمس والسوداني واللب والحمص والحلبه اللي هي العشق دي، يعني الحلبه المنبته، والقرص بتاعتنا الجباره ديت ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم.